في سؤال دايما بكرره للعمال اللي بيشتغلوا معايا والصناعية علشان اعرف منهم سر جاي اقوله لك النهاردة. بحكم شغلي كمهندس مدني بقابل صناعية وعمال كتير جدا. انا خريج دبلوم صنايع، الحمد لله ربنا كرمني واتخرجت من كلية هندسة المنصورة، وحاليا شغال مهندس مدني. فالعمال والصناعية دول ناس شقيانة بقالها سنين كتير جدا وعندهم خبرات كتير جدا. فانت واحد محتاج ان انت تكتسب الخبرات دي من ارض الواقع بجانب الدراسة الأكاديمية اللي انت درستها. فببقى قاعد مع العامل أو الصنايعي، أبدأ إن أنا أشتري منه الكلام. دايما عود نفسك إن انت لما تقعد مع حد اشتري ما تبيعش. اشتري على قد ما تقدر معلومات وخد اللي يفيدك وابعد عنك اللي يضرك. فالسؤال اللي دايما كان مشترك ما بين كل العمال اللي أنا سألته: هل انت في يوم من الأيام ندمت انك ما كملتش تعليمك او ان انت اهملت تعليمك؟ والاجابة كانت واضحة وصريحة، كل الاجابات ما فيش ولا اجابة متغيرة: ايوه يا باشمهندس، انا ندمان ان انا فرطت في التعليم بتاعي. ليه؟ هو في ظروف حصلت اجبرته على كده، ولكن لو جيت تبص انت اللي بتخلق لنفسك الظروف. انا دايما مقتنع بحاجة، انك انت اللي بتعمل ظروفك مهما كان وضعك ومهما كان انت بتعيش بظروف عاملة ازاي، انت برضو اللي بتتكيف مع الظروف بتاعتك، وانت اللي بنفسك تقدر تتخطى الظروف بتاعتك. انا مش مقتنع تماما ان حد يجي يقول لي انا اجبرت على حاجة. مفيش بني ادم بيجبر على حاجة. الاختيار اختيارك، والقرار قرارك، والمسؤولية مسؤوليتك، وانت اللي قادر ان انت تكمل وتعافر، وانت اللي قادر تقول والله خلاص وتحط شماعة الظروف كده، او تعلق كل احلامك وطموحاتك على شماعة الظروف. ده حصل ظروف كذا كذا، وتبدأ ان انت تمشي ورا الظروف. لو جيت تشوف ناس ناجحة عنك بكتير، هتيجي تبص هتلاقي ان كانت ظروفهم اصعب منك مليون مرة، ونجحوا ووصلوا وبقوا احسن ناس في الدنيا. فانا ما بقتنعش بكلمة ظروف. ولكن الاجابة: احنا ندمانين يا باشمهندس ان احنا ما كملناش تعليمنا. طب ليه ندمان ان انت ما كملتش تعليمك بقى؟ اشتري منهم كلام. والله شوف حضرتك، احنا بنتعب وبنشقى وبنشيل على كتفنا وبنطلع وبننزل، والناس بتتحكم فينا ويوميات ومعرفش الأجرة والمصاريف، والولاد متبهدلين معانا. وتيجي تبص تلاقي أولادهم برضو طالعين معاهم في نفس المهنات بتاعتهم. فتيجي تبص تلاقي يعني الحياة بالنسبة لهم صعبة جدا ومرهقة جدا. والراجل فيهم عنده 30 سنة 35 سنة، تشوفه تقول عنده 60 سنة. بهدلة. كل واحد بياخد نصيبه، كل واحد بياخد رزقه، ولكن انت اللي بتسعى عشان توصل لنصيبك، وبتسعى عشان توصل لرزقك. فاللي انا عايز اوصله لك والشاهد من الفيديو ده: واحنا كلنا بنكمل بعض. لولا وجود العمال والصناعية ما كانش هيبقى فيه مهندسين، ولولا وجود المهندسين ما كانش هيبقى موجود فيه المجتمع. كلنا بنكمل بعض، ولكن انت بقى تختار نفسك. تختار نفسك تكون عامل او صنايعي، ولا تختار نفسك تكون مهندس او دكتور او زي ما في واحد تاني هيختار ان هو يكون عامل، زي ما واحد تاني يختار نفسه يكون حداد، نجار، بنا، صنايعي. هو هيختار ده. انت بقى، انت اللي بتسمعني، هتختار تكون ايه عشان نفسك، وعشان ان انت تريح نفسك، وعلشان ان انت يكون لك قيمة حقيقية في المجتمع. اهتم بتعليمك ودراستك، والله العظيم، والله وخدها من اخوك. انا خريج دبلوم صنايع، ما عرفتش قيمتي كانسان غير لما بعد ما دخلت كلية هندسة بكرم ربنا واتخرجت. قيمتي بقت في المجتمع مش عايز اقول لك عاملة ازاي. الحمد لله، ده فضل من ربنا عليا. تخيل انا خريج دبلوم صنايع، ولا حد هيعبر اصلا، ولا حد هيعرف انت مين يا ابني، انت خريج دبلوم صنايع مالكش لازمه. تمام. فانت اهتم بتعليمك ودراستك، لان هي الوحيده اللي هتنفعك في حياتك. العلم نور. ده ربنا سبحانه وتعالى قال اول ايه نزل على سيدنا محمد: اقرا. اقرا يعني اتعلم. ما قالوش اشتغل، ما قالوش يعني دور على اي حاجة وتعلم، يعني مثلا نجر، اصنع، اعمل. لا، قال له اقرأ. اقرأ يعني افتح كتاب وادرس وتعلم.
فانت اتعلم واهتم بتعليمك، لان هو اللي هيبقى لك وهو اللي هينفعك. ومش معنى كلامي ان انت تتعلم التعليم الاكاديمي، لان انت شايف ان احنا في 2026 الاي اي دخل والتكنولوجيا بتتطور بشكل مرعب جدا، والتعليم الاكاديمي انا عارف ان هو بقى على القد، ان انت لو فضلت بس مركز على التعليم الاكاديمي هتتخرج هتلاقي نفسك فايتك كتير قوي. ولكن اتعلم بمعنى كلمة ان انت تطور نفسك في السكيلز، طور نفسك في معلومات، طور نفسك في مهارات، طور نفسك في حاجات بره محتاجها مشاريع ان انت تشتغل فيها، طور نفسك في حاجة انت بتحبها وتعلم فيها اكتر لحد ما توصل لمرحلة فيها متقدمة كبيرة جدا، فتبدأ ان انت تشتغل فيها وتعمل منها بيزنس. تعلم التعليم الاكاديمي بتاعك، الشهادة مهمة بالنسبة لك تبقى معاك، واشتغل بجانب التعليم بتاعك. طور نفسك في التعليم، علم، اقرأ وتعلم، مش شرط بس تعليم اكاديمي، العلم، اتعلم، طور مهاراتك عشان يبقى ليك اثر ايجابي في المجتمع، ويبقى ليك بوزيشن ممتاز في المجتمع تقدر من خلاله ان انت تبقى مسرور وسعيد من نفسك ومن الانجاز اللي انت حققته. اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو ده، واتمنى ان انا اكون قريب منك، والكلام تاخده من اخ كبير عايش في المجتمع، وجرب وحاول وعافر واحتك بده واحتك بده واحتك بده. وشغلانتنا احنا كمهندسين مدني بنحتك بجميع طبقات المجتمع، حرفيا بنقابل كل البشر. فتخيل ان انا قعدت مع معظمهم وسمعت منهم الكلام، فانا بقول لك الكلام ده عن حكم تجارب واقعية، وبشوف بعيني وبسمع بوداني. فاتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو ده.